ومفيش حاجه موقفاه يخرب بيت سنينك. انت ايه قطر ماشي، ده ما بيشبعش يا جماعه، ده محرات اكل. وازيكم يا اصدقائي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لسه مكملين مع بعض في لعبه الزومبي والاجزاء بتاعتها ومستويات الليل المرعبه الجميله. ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك وتشتركوا معانا في القناه زي ما قلت لكم. انا بفرح بدعمكم ليا، وعايزه اكبر بيكم، وعشان اتحمس ان انا اصور لكم فيديوهات اكتر بمستويات اكتر والعاب تانية جديده. احنا دلوقتي داخلين على المستوى السابع يا جماعه، واللي هيدينا الاداه اللي هي اداه الجليد. ايه ده جاي لي بونص برضو يا جماعه. انا عامه هخش اشوف ايه البونص. خلاص انا حفظت ان كل ما بدخل بيجيب لي بونص. هخش اشوفه، لو عجبني هكمله، ما عجبنيش هخرج وادخل على المستويات، لان انتوا خلاص عارفين ان انا بقيت احب العب المستويات قوي. ده شكله كده بتاع المطرقه يا جماعه. لا خلاص مش هلعبه، ده بتاع المطرقه. خلاص لعبته معاكم كمستوى عادي، كان ليفل 5 تقريبا، فخلاص بقى مش هنقعد نكرره كتير. فانا هخش على المستويات، على المستوى السابع بقى، وهنبتدي زي ما انتوا حافظين بقى وعارفين نختار الاسلحه. معلش انا بعتذر على صوتي النهارده عشان انا بصور لكم وانا واخده بس دور برد كده بس اتعودت ان انا كل يوم العب معاكم واصور لكم فيديو بمستوى جديد. فسامحوني لو انا صوتي في مشكله او حاجه. هنا زي ما انتم شايفين هو جاب لي نوعيه الزومبي، بيقول ان ابو احمر هيجي لي وابو شباك حديد، وبناء عليه انا اخترت هنا السلاح المجاني، وطبعا عباد الشمس اساسي عشان الفلوس. وخلاص احنا حفظنا طبعا السلاح ابو 100. وللي بيشوفني اول مره انا بشرح بس عشان خاطر يبقوا عارفين. البطاطسايه عشان دي يقعد ياكل فيها، الاداه السوداء دي عشان باكل بيها المقابر، وطبعا خدت اداه الفقاعات دي يا جماعه. انا قلت لكم قبل كده ما بعترفش بيها، بس كان في حد كتب لي في التعليقات ان الاداه دي بتبقى كويسه جدا مع الزومبي اللي ماسك شباك ده. فانا اول ما شفت ان هو جه قلت اجربها معاكم، وانا كنت قلت برده في التعليقات ان انا هجربها في اول ما يجي لي ابو شباك ده مع اول فيديو مع اول مستوى. هختار نفس الاداه دي عشان اشوف هي بتعمل معاه ايه وفعلا بتقدر تخلص عليه ولا لا. هنا زي ما انتم عارفين انا نزلت في الاول غلط خالص، اتلخبطت، حطيت الموف ورا مكان الشمس، بس انا شلته بالكوريك اللي فوق ده وحطيته مكانه على الحرف عشان افضي مكانه، عشان احط عباد الشمس مكانه. لان زي ما قلنا الصف اللي هو بيبقى قدام باب البيت ده اول صف دايما بيبقى الشموس عشان ما تتاكلش. تمام. احنا كده مكملين مع بعض يا اصدقائي، والدنيا لذيذه وهاديه ورايقه خالص. جالي زومبي اهو من تحت، بس زي ما قلت لكم المستوى طبعا عشان اللي بيشوفني اول مره، المستوى في الاول يا جماعه بيبقى ضعيف شويه، يعني ما بيدخليش كميه الزومبي كلها مره واحده، وما بيبداش طبعا باللي ماسك شباك ولا المقنع، بيبدا بالزومبي اضعف زومبي عنده، عشان بيبقى عارف ان انا لسه مش معايا فلوس ومش معايا اسلحه كافيه ان انا دافع بيها عن نفسي. فبيحط لي الدنيا متوازنه، يعني اسلحه ضعيفه قصاد زومبي ضعيف والدنيا بتمشي. لحد بقى ما ببتدي ان انا اخد بقى صف شموس وفلوس واظبط دنيتي، وابتدي احط بقى الاسلحه القويه. بيبدا بقى هو بالتدريج يدخل لي بقى الزومبي الاقوياء شويه ودفعات طبعا اسرع واكبر. ومن هنا بقى بتبدا المعركه يا جماعه وبتبقى مطحنه. بس بجد المستويات دي كل مره بعد مره بيبقى المستوى احلى من اللي قبله، لان بيزداد صعوبه وبيتطور وبيزداد بقى في ردة فعل كده، بتبقى شدة اعصاب وحاجات جميله. وزي ما انتم شايفين انا خلاص خلصت اول صف شموسي يا جماعه، وهبتدي طبعا بقى في الاسلحه. كفايه قوي كده، هو لحد دلوقتي الراجل بيطبطب عليا كده ومظبطني ويديني على اللذيذ والهادي والرايق، لكن مش هيستمر معايا كده كتير. شويه صغننين وهنبص نلاقي بقى الغاره قامت، وهنبص نلاقي في حرب ومفيش هزار بقى يا جماعه. فلازم الحق نفسي بسرعه دلوقتي، اول تكوين فلوس هكونه لازم انزل سلاح اخضر، ولازم برضو اركز في السلاح الموف يا جماعه. اول ما ينور اخده بسرعه واحطه في الاماكن الفاضيه دي، لان هو منقذ ليا، منقذ بالنسبه لي جدا. للي بيشوفني اول مره وما يعرفش سلاح الموف ده يا جماعه، ده زي ما انتم شايفين زيرو فلوس، يعني ببلاش، وبيعطل الزومبي، يعني بيقعد ياكل فيه، بياخد وقت ياكل فيه على ما يكون السلاح الاخضر بيضرب فيه، او مثلا هو نفسه بيضربه، يعني بيفضل يضرب فيه لحد ما يقرب منه فبيخلص عليه لو كان هو زومبي ضعيف. احنا طبعا زي ما انتم شايفين الشريط بتاع الزومبي فوق لسه في اوله يا جماعه، والليفل لسه في اوله. ده معناه ان احنا لسه داخلين على مطاحن كبيره ومعارك يا جماعه وجيش من الزومبي، فلازم نحضر نفسنا بسرعه. انا دايما بقيم من فوق كده، لو بحس ان الشريط بدا يعدي نصه او في نصه بحس ان الدنيا لسه لذيذه ورايقه ومفيش قلق، لكن لو لسه في اوله بالشكل ده فلازم أأمن نفسي بسرعة. ده معناه ان لسه ما جاليش حد اصلا، ده هو كده بيسمي عليا، فانا لازم الحق أأمن نفسي بسرعة يا جماعة واخلص اول صف اخضر ده عشان هو اللي هيديني الامان شوية. لاني لو جالي طبعا شايفين المقابر، خدتوا بالكم المقابر قد ايه كتيره قوي، يعني انا حتى لو عايزه احط اسلحه مثلا كتيره بعد كده مش هعرف يا جماعه. فانا جايبه معايا الاداه بتاعه المقابر دي، وهحاول في النص كده وانا باخد فلوس ابقى مامنه طول ما انا شايفه ان الدنيا في اللذيذ والرايق ومفيش عدد زومبي كبير داخل لي،
هاكل يعني في المقابر دي يا جماعه اخلص عليها على قد ما اقدر، عشان حتى اقلل من عددها، لان كل المقابر دي هتطلع لي زومبي في الاخر بخلاف اللي جايين لي من بره. يعني هيبقى عندي جيش يا جماعه، لو مش مأمنه نفسي هخسر وش. طبعا انا عندي محاولات العربيات زي ما انتم عارفين، بس انا ليه اكسب بمحاوله؟ انا قلت لكم قبل كده انا بحب اللعبه دي وبحب العبها ولا اقهر فيها بعوني الله. بصوا انا خدت اداه المقابر اهي زي ما انتم شايفين بتاكل اهي، بتخلصنا منهم. انا ما عملتش كده لما اطمنت ان انا امنت نفسي بصف كامل من السلاح الاخضر، تمام، ما اعتمدتش على الموف بس لوحده، خلاص في صف كامل اخضر، يعني ما فيش اي منفذ ممكن يخش لي منه حد، فبقيت اعمل كده، مره احط سلاح اخضر، مره اكل مقبره، وهكذا يا جماعه. هو بياكلها خالص وبيحيها من على الارض، فكده ما بيبقاش في اي مجال ان يطلع لي منها اي زومبي، وفي نفس الوقت مكانها بيفضى اقدر احط مكانها سلاح عادي. تمام. زي ما انتم شايفين كده يا اصدقائي بدأ يجيب لي ابو قمع اورنج ده، كان الموف ما بيأثرش فيه، انما لما حطيت له اهو ظهر لي ابو شباك يا جماعه. وعشان كده بقى انا عايزه اخد له الاداه اللي هي بتاعه الفقاعات التخينه دي، زي ما احد اصدقائي قال لي في التعليقات، يعني ان اللي هي بتاعه الفقاعات دي هي اللي بتخلص على ايوه انا حطيتها اهو زي ما انتم شايفين، من الواضح كده ان هي فعلا قويه يا جماعه، مأثره جدا على الشباك. هي هتخلص عليه قبل ما يوصل لها تقريبا اهو، شفتوا الشباك وقع منه وفعلا خلصت عليه. في العادي كان بيعدي وكان بياكل السلاح الاخضر وكان بيكمل، بس من الواضح فعلا ان الاداه دي ليها تأثير عليه يا جماعه، انا ما كنتش عارفه قيمتها. شكلي هستخدمها معايا بعد كده على طول عشان خاطر اللي هو ابو شباك حديد ده. انا هنا خلاص يا جماعه قربت اخلص الصف التاني من السلاح الاخضر، تمام، وحاسه بالامان شويه الصراحه، يعني مهما كان الزومبي برضو الشريط اهو قرب يتملي، والزومبي اللي داخلين لي برضو على اللذيذ والرايق والهادي، وانا كده كده مأمنه نفسي وعماله اكل في المقابر واتسلى عليها زي ما انتم شايفين كده. خلصت، شوفوا كام واحده. وانا اهو بجمع فلوس يا جماعه ومستنيه اشوف اهو. بصوا حطيت واحده كمان على المقبره، كلتها وخلصت منها، يلا خلصونا منكم بقى. انا مش هستريح يا جماعه لما اخلص كل المقابر دي، بس للاسف الفلوس مش مساعداني. الشموس بالليل في مستويات بالليل بطيئه جدا، يعني بالنهار بيجي لي من الجو وبيجي لي من عباد الشمس ببقى معايا فلوس كتير، انما بالليل مفيش يا جماعه. زي ما انتم شايفين الهانم عماله تهز كده وانا مستنيه لما تخلص رقصتها الجميله عشان تديني الشموس بتاعتها، بطيئه بطيئه الصراحه. عشان كده انا كنت في مستويات يا جماعه متطوره في اللعبه، كنت بحط يعني بحب احط صفين شموس، انتوا متخيلين، عشان يديني فلوس جوهره جميله اهو. عشان اهو بصوا جالي ابو شباك حديد تاني من نفس المكان، الحمد لله انا كده كده حاطه اللي هو بتاع الفقاعات ده. فخلاص هيتخلص عليه. انا بشكر يا جماعه كل اصدقائي اللي بيساعدوني في التعليقات بارائهم وبيقولوا لي ممكن اعمل ايه او اساعد نفسي يعني ايه باني اداه والكلام ده. واللي بيشوفوني اول مره احب اسمع ارائكم في التعليقات برضو. زي ما شايفين فوق كده بصوا انا اكلت المقبره اللي فوق برضو، انا فضيت يا جماعه، شوفوا المساحه اللي فضيتها قد ايه. يعني اللي على الحرف دول حتى لو ما عرفتش ان انا اكلهم مش مشكله، مش قضيه، دول كام واحد كده على الحرف. اهم حاجه ان انا بعدت خالص عن مسافه البيت، يعني كل ما المقابر بتقرب من البيت فده بيبقى اسهل انه يطلع زومبي اكتر اسرع ويدخل ياكل الاسلحه. انما انا طول ما انا بفضي المقابر اللي قريبه من باب البيت واللي على الحرف ده مش مشكله، زيه زي اللي جاي من بره. تمام. هنا خلاص يا جماعه الفاينل ده كده، وجاي بقى اللي من بره وطلع من المقابر خلاص، وفي هجوم اهو زي ما انتم شايفين. طبعا جالي الاحمر مفيش حاجه موقفاه، يخرب بيت سنينك انت ايه قطر ماشي. حطيت له البطاطسيه كالعاده المنقذه بتاعتي يا جماعه ياكل فيها، ده ما بيشبعش يا جماعه، ده محرات اكل. بس واضح كده ان هو بتاع الفقاعات برضو عامل شغل عالي مع الاسلحه الخضراء. حطيت له واحد كمان بقوا 3. زي ما انتم شايفين انا حطيت برضو فقاعات تحت اللي هو جاي لي بيه شباك من تحت، فبالتالي انا كده مأمنه نفسي يا جماعه. وخلاص هم بيموتوا مع السلامه، ودعوا بقى. يلا سلام. وانا يا جماعه كده خلاص كسبت المستوى والحمد لله ما استخدمتش اي حاجه من المحاولات، وخدت الاداه الجديده دي اداه الجليد يا جماعه. اعتقد بقى في المستويات الاخيره خالص لما بصوا ابقى اخر فلوس معايا برضو، رغم اني كسبت كلت المقبره، يعني انا متغاظه من المقابر اصلا. الاداه دي يا جماعه تنفعنا بعد كده لما يبقى في هتشوفوا معانا، انا مش هحرق لكم هي بتعمل ايه في المستويات الاخيره، هتشوفوا معايا، بس انتوا تابعوا فيديوهاتي. انا خلاص النهارده خلصت مستوى النهارده وفيديو النهارده، واستنوني بقى فيديو جديد بمستويات تانية جديده. واللي بيشوفوني لاول مره ما تنسوش الاشتراك معايا في القناه وتدعموني باللايك. ودلوقتي اقول لكم يلا سلام، باي باي.